شيك ب$2000 من الرئيس دونالد ترامب. ايه اللي بيحصل؟ للمرة السادسة او السابعة او الثامنة الرئيس دونالد ترامب بيتكلم على شيكات تحفيزية هتروح للمواطنين. المرة دي بيتكلم تاني على موضوع $2000 اللي هيطلعوا من فلوس الجمارك اللي اتطبقت على المنتجات اللي بتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. الفلوس دي هتروح لمين؟ بيتكلم المرة دي بيقول ان هي هتروح لأغلب الناس ما عدا الناس طبعا الأغنياء اللي بتعمل دخل كبير. فهل هتطبق المرة دي فعليا والفلوس دي هتروح للناس؟ والسؤال الأهم، ليه دلوقتي الرئيس دونالد ترامب بيتكلم على الشيكات التحفيزية ديت؟ ليه بعد النجاح الكبير اللي حصل للحزب الديمقراطي في كل الانتخابات اللي دخلها الفترة الأخيرة وقدر يحصل على المقاعد فيها؟ هل دوت قلق على موضوع الانتخابات بتاعت 2026؟ هل هي محاولة لشراء رضاء الأمريكان والناخبين عشان يصوتوا للحزب الجمهوري تاني؟ وهل الموضوع دوت فعلا سهل التنفيذ؟ يعني مجرد ان هو يقوله هيتنفذ ولا لازم يرجع طبعا للكونجرس؟ من الطبيعي ان هو يرجع للكونجرس ويمشي من خلاله ويتم التصويت عليه عشان في الاخر يتوافق عليه ويروح لمكتب الرئيس دونالد ترامب ويمضي عليه ويطلع للناس. فهل فعلا هتحصل القصة ديت والفلوس ديت هتروح للناس؟ وهل لما تطلع الشيكات ديت أسعار السلع مش هتزيد تاني ونخش في نفس الموال تاني وتالت ورابع؟ ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.